بحسب الموقع الرياضي في شاخيس، أوضح بأن إدارة نادي كومو الإيطالي قدمت عرضا ماليا جديدا لإدارة نادي بيتيس الإسباني من أجل انتداب الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي. وعرضت إدارة كومو مبلغ 20 مليون أورو مقابل التعاقد مع المهاجم المغربي الذي يعد من أفضل مهاجمي الفريق الأندلسي في الوقت الحالي. وكان الفريق الإيطالي الذي يمارس في الدوري الإيطالي قد عرض في وقت سابق 18 مليون أورو على إدارة بيتيس من أجل التخلي عن مهاجمه المغربي. وكان الفريق الأندلسي قد انتدب عبد الصمد الزلزولي من فريقه برشلونة الذي ما زال له الحق في الاستفادة من نسبة محددة في حال تم بيع عقد الأسد المغربي لفريق آخر. وفي خبر آخر يتعلق بالأسد المغربي سفيان أمرابط، يرغب جوزي مورينيو مدرب فينربخشة في إجراء عدة تغييرات على تشكيلة فريقه بالاستغناء عن بعض اللاعبين والتعاقد مع غيرهم خلال هذا الصيف، حتى يدخل الموسم الجديد بتشكيلة أفضل وأقوى من تلك التي خاض بها منافسات الموسم الماضي. شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.